أنت ممكن تكون بتتكلم إنجليزي صح، بس الحوار بيموت بعد أول رد، واللي قدامك يستنى وأنت تحس إنك خلصت. ده مش ضعف لغة، ده خطأ صغير محدش قالك عليه، وفي دقيقتين هتاخد جملة واحدة تخلي الحوار يكمل. بص معايا كده. What do you do? I'm an engineer. وسكت. خليك فاكر المثال ده، هنرجع له تاني بعد شوية. الرد ده صح، بس قاتل، مش علشان غلط، علشان خلص الحوار. انت متعود تجاوب، مش متعود تزود حاجة بعد الإجابة، وده مش عيب، ده تعود. وعشان كده الحوار بيقف عندك. بس قبل ما نرجع للمثال، خلي بالك من حاجة واحدة. الرد نفسه مش هو المشكلة، السر بيكمن في الجملة الزيادة اللي بتيجي بعد الرد، واللي بتخلي الحوار يستمر. فاكر المثال ده؟ What do you do? I'm an engineer. خلي الرد زي ما هو، بس اسمعه بعد لما نزود حاجة صغيرة. I'm an engineer. I work on renewable energy. شفت الفرق؟ دلوقتي اللي قدامك مش واقف، ده أصبح مهتم. طيب إيه الفرق؟ الفرق إن بقى عنده حاجة يسأل عنها، فالحوار كمل. مش كل جملة محتاجة زيادة، بس أي رد يخلي الحوار يقف عنده. لو سبت الرد ده لوحده هيقتل الحوار، لو فتحت بعد الرد حاجة صغيرة الحوار هيستمر. مش مهم السؤال كان إيه، المهم ردك ما يكونش نقطة نهاية. أنت ما كنتش محتاج تقول أكتر، أنت كنت محتاج ما تخلصش بدري.